تعالَ أقول لك إزاي عملت system بيقعد يزن على العُملا اللي ما بيدفعوش. أنا معايا عُملا ما بيدفعوش، ماشي، عليهم فلوس، كل شوية بقى باقعد أبعت لهم بقى في رسايل وبتاع، فأنا تعبت، فأنا عملت نظام أوتوماتيك بيبعت لهم رسايل تذكيرية بالفلوس اللي عليهم زي ما أنت شايف كده على الواتساب أهو، أهلًا بيك يا شركة إبراهيمية للشحن، عليك فاتورة بكذا مستحقة يوم كذا، ماشي، والنظام ده عن طريق NetN وعن طريق حاجة اسمها CRM. الCRM ده بيبقى عبارة عن حاجة بتنظم لي الdata بتاعة العملا، ماشي، أنا بس إيه، باسقّط الفاتورة وتاريخ السداد، وهي بقى كل شهر بقى بتبعت لإيه، للعميل على حسب، في عُملا بتدفع عندي شهر، في كل أسبوع، في مثلًا واحد دفع جزء وعليه جزء وهكذا، ويالّا بينا نبدأ الفيديو. يا أهلًا بكم من جديد، معاكم مروان خليل من NNN بالعربي، والنهارده بإذن ربنا هنتكلم على فيديو مهم جدًا، إزاي أزِن على العُملا بتوعي اللي ما بيدفعوش، ماشي؟ طيب إحنا عندنا هنا أهوّة نظام، النظام ده هو عبارة عن CRM. CRM يعني إيه؟ يعني customer relation management، يعني هو بينظّم لي إدارة العملا. أنا باستخدم حاجة اسمها Prefix، ماشي، وPrefix ده هو نظام مدفوع. ممكن أنت تستخدم نظام النظام ده يبقى زي Google sheet، ما فيش مشكلة، تمام. بس ليه أنا باستخدم Prefix؟ لإن هو نظام يعني بيضبّط لي وبيهندل لي العُملا، يعني هو مش فقط إن هو بيعمل لي فواتير، لأ ده ممكن يعمل لي عروض أسعار، ممكن يعمل لي مدفوعات الحاجات اللي اتدفعت يعني، ماشي. ممكن برضه بيصنّف لي العُملا، يعني عندي هنا أهوّة تحت في حاجة اسمها العُملا المحتملين، ماشي. ده أنا ممكن إن أنا أضبّطه، ماشي، وأبدأ إن أنا إيه، أرجع للعميل اللي أنا عايز أكلّمه كمان كام يوم، عايز أرجع للعميل اللي أنا المفروض هاكلّمه كمان يومين عشان خلاص هيدفع وهكذا. طيب خلّينا نبدأ الفيديو ونعرف الجزء اللي ليه علاقة ب الفواتير، ماشي. أنا دلوقتي عندي باخُش كده أهوّة على الsystem بتاعي، بابدأ إن أنا أنشئ فاتورة للعميل، خلاص. طبعًا في ناس هنا أهوّة لازم إن أنا أبقى عامل للعميل profile، يعني زي ما أنت شايف كده شركة إبراهيمية للشحن، شركة إبراهيمية للشحن 2 اللي هو أنا يعني، ماشي؟ طيب أنا بابدأ إن أنا أقول له إيه، أنا عايز مثلًا مبيعات فواتير عشان أبدأ إن أنا أعمل فاتورة مستحقة للعميل كل شوية. بابدأ إن أنا أقول له إيه، إنشاء فاتورة جديدة، بابدأ إن أنا أعمل فاتورة، بابدأ إن أنا أحدد إيه، العميل، يعني أنا دلوقتي مثلًا هاكتب هنا 2 فهيطلع لي الشركة دي، خلاص؟ طبعًا هنا بيطلع لي الفواتير، ممكن إن أنا أدمج كذا فاتورة في الsystem، بس أنا كده، كده مش عايز أعمل ده دلوقتي. هنا الفاتورة العنوان يعني بتاع الفاتورة وهكذا، ده رقم الفاتورة، تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق. أنا مثلًا هاعمل إن تاريخ الاستحقاق النهارده، يعني هاخد ده كده copy وأعمل تاريخ الاستحقاق إيه، النهارده، خلاص؟ الطريقة اللي هادفع بيها، طبعًا أنت ممكن تحط أكتر من طريقة، أنا هنا حاطط طريقة البنك، ماشي، العملة ممكن برضه يتغيّر العملة وهكذا. الفاتورة دي متكررة، يعني المفروض كل شهر بتتبعت له، فأنا لو خلّيتها كل شهر الفاتورة دي هتتبعت له كل شهر تفكّره، خلاص. مش عايز تقول له لأ. طَب أنا لو قُلت كل شهر، هل هيسمّع عندي في NNN؟ هيسمّع عندي في NNN إن كل شهر يبعت له فاتورة زي ما هنشوف كمان شوية. طيب هل في خصم؟ لأ، هنا بتبدأ إن أنت تحط الitems بتاعتك أو تحط الصنف لو أنت ما عندكش item، يعني مثلًا أنا عندي هنا أهوّة شُحنة مثلًا، الصنف بتاعك مثلًا تيشيرتات، ملابس، بناطيل، ماشي، بتحط هنا أهوّة والوصف والكمية وسعر الوحدة، يعني أنا هاحط هنا أهوّة 100 وسعر الوحدة مثلًا سوري الكمية 2، فتلقائي هتسمّع عندي إن هي إيه، 200، يعني خلّيني أدوس على علامة الصح دي أهي، بقت إيه، 200، وهنا بقى إيه، 200. لو أنت عايز تحط خصم والّا حاجة ب أنت بتحط الخصم زي ما أنت عايز، ملاحظات، بنود، أي حاجة أنت عايز تحطها وبتقول له إيه، إرسال، خلاص؟ طيب أنا هنا مجهّز في N8N زي عبارة عن إيه، work flow، ماشي، الwork flow ده بيجيب لي الdata من مين، من الCRM ده، ماشي،
ده عبارة عن إيه الwork flow ده؟ بيبقى عبارة عن web hook ده بيستدعي البيانات، يعني أنا أول ما باعمل الفاتورة هنا ماشي، يروح على طول يسمّع في إيه، في N8N خلاص؟ طيب خلّيني أورّيكم إزاي، أنا دلوقتي هادوس على listen وهابدأ أدوس على إرسال، أنا كده بابعت الفاتورة لمين، لN8N زي ما أنت شايف كده سمّعت معايا خلاص، ودي الdata. أنا باروح طبعًا أنا هاسيب لك link الwork flow ده تحت في الdescription ما تقلقش يعني ماشي، باروح بقى أرتّب الdata دي ماشي، باعمل لها زي edit field هنا مثلًا تاريخ الاستحقاق، استحقاق الدفع، كل اللي أنا باروح باجيبه من هنا، فين استحقاق الدفع؟ أهو الdue date ماشي، اللي هو المفروض يدفع يوم 5/5 date created اللي هو الوقت اللي أنا عملت فيه الفاتورة خلاص، فده الdue date ماشي، طب إيه تاني أنا عايزه؟ الtotal هيدفع كام؟ هنا في subtotal وفي total لإن ساعات بيبقى في ضريبة والّا حاجة، فأنا باجيب الإيه، الtotal جميل؟ طيب الstatus بتاعة الحالة بتاعتي، الحالة مثلًا اللي هي غير مدفوعة، يعني هنا بُصّوا غير مدفوعة، فغير مدفوعة بتبقى 1 طب مدفوعة بتبقى 2 ماشي، بتبقى هنا الاتنين، فأنا باقول له أنا عايز الحالة عشان أنا هاعمل كمان شوية filter الfilter ده بيقول لي إيه، بيقول لي لو الحالة بتساوي 1 يعني الحالة غير مدفوعة ابعت له رسالة. طيب هنيجي هنا عندي إيه تاني، عندي مثلًا باقي الدفع، لإن ساعات ممكن العميل يدفع جزء ماشي، ويقول لي معلش هيستنى عليَّ شوية. فهنا في حاجة اسمها left to pay الباقي عند الدفع ماشي، فين الleft to pay؟ خلّينا ننزل هنا هتلاقوها برضه من ضمن الweb hook بيستدعيها لي، عشان ده برضه من ضمن النظام الجميل، أهو total left to pay الباقي عند إيه، الدفع. بعد كده الcompany name اللي هي اسم الشركة، لو نزلنا تحت هتلاقيها شركة الإبراهيمية 2 أهي. ماشي، أنا عشان بارتّب الdata والnumber اللي هو رقم التليفون اللي أنا باحطّه للعميل ماشي، وهكذا. عشان رقم التليفون ده هاستخدمه إن أنا أبعته للواتساب، إن هو يبعت رسالة على واتساب زي ما أنت شايف كده تمام، أهلًا بيك يا كذا وهكذا. طيب لمّا بارتّب الdata رتّبت خلاص الdata باعمل filter إيه الfilter؟ الfilter باقول له أنا عايز الحالة 1 عايز الفواتير الغير مدفوعة، لإن لو فواتير مدفوعة أنا لو رُحت دلوقتي دوست على الفاتورة دي، ورُحت قُلت له ده دفع ماشي، وقُلت له إرسال كده، أنا مش عايز أبعت له رسالة ما خلاص ما الراجل دفع، إلا لو عليه جزء من الفلوس ماشي، فأنا عايز الحالة 1 وعايز الdue date التاريخ المستحق اللي هو إيه، النهارده ماشي، يبعت له النهارده. طبعًا أنت ممكن تعمل بقى إيه now is before اللي أنت عايزه ماشي، يعني أنت is before ده يعني قبل، ممكن تحط برضه قبل اليوم بيوم مثلًا يبعت له الإيه، التذكير ماشي، ده الإيه، ده الfilter. وآخر حاجة الإيه، إن هو يبعت رسالة عن طريق الإيه، الواتساب بحيث إن أنا مثلًا لو حبيت إنه أول ما أعمل الفاتورة وأول ما ييجي عليه تاريخ الدفع، يبعت له إيه، يبعت له رسالة عن طريق الواتساب زي ما أنت شايف كده تمام، ده work flow هو هنا بيستدعي رقم العميل ماشي، منين بيجيبوا رقم العميل؟ لمّا أنا باكريت العُملا هنا ماشي، لمّا أنا باعمل العميل باحُط إيه، رقم تليفونه أهو، شركة الإبراهيمية 2 أهو، باحُط رقم تليفونه، فهو بيروح يستدعي رقم تليفون الإيه، العميل لوحده، والرسالة عبارة عن إيه، الرسالة بتقول له أهلًا بيك يا شركة كذا، برجاء دفع الفاتورة المستحقة رقم كذا، طَب الفاتورة دي أنا باجيبها منين؟ أنا باروح أجيبها من حاجة اسمها الinvoice number أهو، اللي هو بيدّيهوني في الفواتير، لو رُحت مثلًا للفواتير في هنا رقم الفاتورة خلاص، فهنا باجيب رقم الفاتورة بمبلغ كذا، اللي هو المبلغ المستحق الدفع يوم كذا، ويبعت للعميل الرسالة دي، حتى لو بصيت هنا أهوّة في الرسالة أهلًا بيك يا شركة كذا، برجاء دفع الفاتورة كذا بمبلغ كذا، المستحق يوم كذا. طب تعالوا نعمل تيست قدّامكم كده
حقيقي تمام، هل فعلًا الكلام ده شغال زي ما أنت بتقول يا إبراهيم والّا لأ؟ خلّيني أدوس على test work flow ماشي، هو كده بيبدأ إيه، يستنى على الdata. طيب هاقول له إنشاء فاتورة جديدة، هادوس على 2 اللي هي اسم العميل ماشي، ممكن أحط العنوان وكل الكلام ده عشان منعًا للوقت، خلّينا نحدد التاريخ، تاريخ النهارده ماشي، 1/1 خلّي دي مثلًا الكمية 3 والسعر مثلًا 100 جنيه، وأقول له إرسال. بيقول لي أنت نسيت عنصر، لأ ما نسيتش حاجة. زي ما أنتم شايفين بدأ يسمّع الdata وهيبدأ إن هو يبعت لي إيه، الرسالة عن طريق الواتساب. ما بعتش ليه؟ خلّينا نشوف. no data. طيب هو بيقول لي هنا الnow دي مش ضابطة معاه، خلّينا نعمل due أهو. خلّيها now. خلّينا نشوف بقى هل هيشتغل. ماشي، بدأ يشتغل أهو. update data يالّا. نوقّف ونرجع لكم على طول. طيب أنا هنا خلّيت دي إن الشرط بتاع الfilter المفروض يبقى and ماشي، وخلّيت الdata and time exist يعني الوقت ده موجود، فبدأ إن هو يشتغل وبدأ إن هو يبعت لي الإيه، الdata أهو، الdata أهي اشتغلت. بدأت إن أنا أدوس على test step، شوف بقى هل هيبعت لي رسالة هنا على الواتساب والّا لأ، خلّينا نشوف كده. تمام، هو بعت لي رسالة برجاء دفع فاتورة مستحقة رقم بمبلغ كذا، كنت عامل test أهو ماشي، خلّينا نشوف في غلط هنا تاني. 8 o'clock. 8 o'clock. أهلًا بيك، إحنا عايزين اسم الشركة وعايزين رقم الفاتورة، اللي هي رقم الفاتورة تحت، ومحتاجين السعر اللي الراجل المفروض يدفعه اللي هو الtotal، ومحتاج الdue date اللي هو تاريخ الدفع. فين الdue date؟ أهو. ماشي، تعالوا كده نجرّب، نشوف هل فعلًا هيبعت لنا الفاتورة فيها كل الكلام ده والّا لأ. بعت لنا أهو، أهلًا بيك شركة كذا، برجاء دفع الفاتورة كذا، بمبلغ كذا، المستحق يوم كذا، ماشي؟ طيب ده كده مثلًا بالنسبة لو أنا عايز مثلًا الsystem بتاع N2N يبعت لي الإيه، الفواتير. طب أنا عايز دلوقتي يحصل loop، يعني أنا كل شوية عايز أقعد أزن عليه، ماشي؟ كل اللي أنا هاعمله هاجي هنا أهوّة أدوس على علامة الplus دي أقول له loop ماشي؟ أهو، أجيب اللي هي الloop دي، هيبدأ إن هو إيه، يعمل لي loop. طب أنا عايز أعمل loop كام مرّة؟ أنا عايز أعمل loop 3 مرّات، ماشي، هيبدأ إن هو إيه، يعمل لي زي ما أنت شايف كده إيه، loop بحيث إن هو يقعد إيه، يكرّر نفس العملية دي 3 مرّات لغاية لمّا العميل يزهق وإيه، ويدفع، وأول ما يدفع أنا باخش أعمل إيه، على طول باقوم مغيّر الحالة دي لإيه، لدفع. ساعتها N8N هييجي عند الفلتر ماشي، ده بقى مش هيبقى 1 ده هيبقى 2 اللي هو حالة الفاتورة 2 دي معناها إن هو دفع، لكن لو الفاتورة لسه 1 أو واخدة رقم 1 عشان ده باقول لك ده ميزة system prefix ماشي، إن الفاتورة لسه 1 هافضل أبعت لك رسايل، لكن أول ما أنا أخش أغيّرها تمام، هو إيه هيغيّرها لوحده. طب هل في إمكانية مثلًا إن أنا العميل لمّا يدفع ماشي، ممكن إن أنا أحوّل الsystem لوحده إن هو دفع
بدل ما اخش واعمل انا دفع ومش عارف ايه ممكن من التليجرام. تمام. ان انا اربط التليجرام بحيث اقول الفاتوره رقم كذا اتدفعت، فتبدا ان هي تترجم ل ان ات ان الفاتوره دي اتدفعت، فيخش ايه يعملها لي دفع. ودي هنتكلم عليها في فيديو بعدين. طب انت بتجيب منين بقى الويب هوك في السيستم ده؟ الويب هوك دي عباره عن اضافه زياده، ماشي، ممكن انا اخش عليها. ادي الويب هوك اهي. تمام. ابدا ان انا اخش على الويب هوك وابدا اقول له نيو ويب هوك، ببدا احط الويب هوك نيم، ماشي، وابدا اختار انا عايز اجيب انهي داتا. يعني دي كلها داتا انا ممكن اخدها. انا عايز مثلا لما عميل محتمل يخش السيستم سي ار ام، ماشي، او العميل ده خلاص هيدفع، فابدا ان انا ازن عليه اجيب الداتا وابدا ابعت له على الواتساب جهات اتصال معينه اتضافت، ان انا اجيب فاتوره ضريبيه، ان انا اجيب مهمه تاسكايه، يعني ماشي في تاسكايه اتضافت، لان السيستم ده تقدر تضيف منه تاسكات. في مشروع اتابدت او اتعمل له ابديت، في اقتراح اتذكر، في تذكره دي يعني في حد مثلا عنده شكوى، حد دفع، اللي هي اللي احنا لسه عاملينها، الموظفين، لان هنا في نظام اتش ار، العقود، عروض السعر، اي حاجه بتحصل على السيستم ده فانا عايزها تتبعت على ان ات ان، ماشي. وهنا طبعا في نظام للاي بي اي، برضو مديني نظام للاي بي اي وهكذا. تمام. فانا كل اللي انا بعمله باخد بس لينك الويب هوك وابدا ان انا احطه ان هو، واختار الميثود وهكذا، ماشي. كل اللي انا بعد ما بخلص خالص ببدا ان انا ادوس على ايه، على كلمه سيف. طيب انا كده كده هسيب لكم السيستم ده تحت في الديسكريبشن، ماشي، تقدر انت تنزله. هسيب لك برضو لينك بريفكس ممكن انت تنزله على السي بانل. بالنسبه لك انا مش عايز بريفكس وحاجات مدفوعه، اعمل جوجل شيت. كل اللي عليك هتعمل جوجل شيت، هتروح على جوجل شيت ان اهوت، تكتب كده شيت دوت نيو، تفتح لك جوجل شيت، وتروح تبدا ان انت تعمل ايه، تبدا ان انت تكتب مثلا اسم العميل، النيم، ماشي، ممكن تكتب مثلا رقم تليفونه، ممكن تكتب مثلا البرايس اللي هو المفروض هيدفعه، تكتب برضو الديو ديت اللي هو تاريخ الاستحقاق، هيدفع امتى. ممكن تكتب ايه تاني كنا محتاجينه صراحة، احنا احتاجنا ايه تاني، خلينا نشوف هنا اهوت في الايديت فيلد. ممكن احط رقم الفاتورة، الاسم، باقي الدفع، ممكن احط برضو باقي الدفع. هنا مثلا اماونت، ماشي. ممكن احط مثلا الانفويس نمبر، رقم الفاتورة مثلا، ماشي، وهكذا. وكل اللي عليك تاخد بقى اللينك من ان اهوت اهو، تدوس على كلمة شير، ماشي، سيف اهو، تاخد اللينك كده اديتور، كوبي، وبدل ما يبقى هنا ويب هوك، ماشي، خلينا سيف ده، اعمل ورك فلو جديد واختار هنا مثلا اون سكادول، كل يوم مثلا يشتغل. انا يعني التريجر ده كل يوم يشتغل، بس طبعا مش هيبعت الفاتوره كل يوم. واختار هنا مثلا جوجل شيت اهو، واقول له مثلا انا عايز ده اضيف اللي هو append and update. وطبعا هتظبط الكريدنشال بتاعتك وتروح تحط لينك الشيت بتاعك هنا اهوت، وتروح تختار الشيت او الليسته بتاعتك، وتبدا تعمل نفس العمليه اللي انا ايه، اللي انا عاملها خلاص، بحيث ان انا ابدا اول ما احط العميل في جوجل شيت يبدا ان هو يسمع ويبدا ان هو يبعت له رسائل واتساب. طب انت ايه النظام اللي انت بتشتغل عليه واتساب؟ انا بشتغل على حاجه اسمها واسندر، ماشي، ده النظام اللي انا بشتغل صراحه عليه. تمام. نظام مجاني، اي نعم بيبقى بدفع السكريبت رقم، بس بعد كده
مش باحتاج، أنا كل اللي أنا باروح أعمله باروح أدوس على add device هنا أهوّة وأقول له create device خلّيني أكتب أي حاجة أهو create بابدأ أعمل scan للواتساب بتاعي ماشي، وخلاص على كده الواتساب اتحط عندي ماشي. ده كده بالنسبة لإيه، بالنسبة لو أنا مثلًا عايز أعمل للعُملا بتوعي system يقعد يذكّرهم بالفواتير، مش بس الفواتير لأ، المصروفات بقى لو أنا عدّيت مصروفات معيّنة، العقود، المشاريع. أنا عايز أقول لك كمان على لو أنت عندك مصنع الأصناف لو في صنف نقص يبعت لك رسالة على الواتساب صنف زاد وهكذا. ممكن مثلًا لو في مشكلة عند عميل وفي حد عمل له تذكرة أعرف كل الكلام ده. حد عمل عرض سعر ماشي، وهكذا. ده كده بالنسبة لنظام prefix وNetN صراحة نظام جميل وهاشرحه بالتفصيل في الفيديوهات اللي جاية بإذن ربنا. كان معاكم إبراهيم خليل من NetN بالعربي، استنونا في فيديوهات تانية كتير ما تنساش إن أنت تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، سلام.